يا حسرة على منتخب تونس في هالمونديال. جماهير نسور قرطاج كانت تحلم ببداية قوية وتمثيل مشرف لكرة القدم التونسية، أما للأسف الواقع كان صعيب برشا. البداية كانت بهزيمة ثقيلة قدام السويد ب5 أهداف مقابل هدف واحد. مباراة كشفت برشا نقائص على المستوى الدفاعي وعلى مستوى التركيز داخل الميدان. الجمهور التونسي كان يستنى ردة فعل قوية في المباراة الثانية قدام اليابان، وكان الأمل موجود باش المنتخب يدارك الموقف ويرجع في المنافسة. أما للأسف المنتخب الياباني دخل اللقاء بقوة كبيرة وفرض أسلوبه من أول دقيقة لآخر دقيقة. النتيجة كانت قاسية ومؤلمة، 4 أهداف كاملة دون رد وخسارة ثانية على التوالي زادت من معاناة المنتخب التونسي في كأس العالم. اللي يوجع أكثر هو أن الجماهير التونسية ساندت منتخبها وآمنت بقدرته على تحقيق نتائج إيجابية، أما الأخطاء الدفاعية ونقص النجاعة الهجومية خلوا المهمة شبه مستحيلة. 9 أهداف دخلت في شباك تونس في مباراتين فقط، وهذا رقم يطرح برشة أسئلة على الإطار الفني واللاعبين. اليوم المنتخب التونسي مطالب يرفع راسه ويواصل القتال في المباراة القادمة، خاطر قميص تونس كبير وتاريخ. الكرة التونسية أكبر منها النتائج. صحيح الخيبة كبيرة، وصحيح الحزن موجود عند كل تونسي يحب منتخب بلاده، أما كرة القدم فيها الربح وفيها الخسارة، والمهم هو التعلم من الأخطاء والرجوع أقوى في المستقبل. تحية لكل الجماهير التونسية الوفية، وإن شاء الله القادم يكون خير لنسور قرطاج.